اليوم غادي نوريوكم كيفاش تصوروا فيديو احترافي ديال الطوموبيل وغير بالتليفون. حبس ما يمكنش نشوفوا الفيديو كامل الا ومن بعد ما نعرفوا كيفاش تصور بلي ديتاي، وهكا غادي تكون كتفرج وفاهم شنو طاري. كنحاولوا اننا نبلاصيو الطوموبيل باش نعطيو هذاك ليفي اللي غتشوفوه من بعد ان شاء الله. في التصوير كاين بزاف ديال العوامل اللي تيعطيوك واحد الصوره اللي احترافيه. اول حاجه ركزنا عليها هو انه الشا، واخا الشا صورنا الشا كتعطيك واحد الرفلي زوين في الارض، خصوصا مع شي حاجه اللي كتضوي. ثاني حاجه هو البلاصه اللي صورنا فيها، كما كتشوفوا هاد الفضوريه عطات واحد ليفي زوين. وثالث حاجه هي لومبلاسمون، خاصك تعرف كيفاش تحط البرودوي ديالك ولونغل اللي غتصور منه. كما شفتوا هذا هو لونغل اللي حطينا به الطوموبيل دابا. فمن بعد ما عرفنا هاد المعلومات فالتصوير غادي يكون سهل. كنختاروا الجسم اللي غادي نصوروه وكنحاولوا اننا نشدوا الكاميرا ونتمشاو في الاتجاه ديالو ببطء، والنتيجه ديال التصوير راه شفتوها. ونفس الطريقه اللي دخلنا بها كنحاولوا نخرجوا بها. التليفون بدا تيحماق ليا مع الشا، نحاولوا اننا نديروه تبقى يقلب ليا لي مود. حطينا صاحبي ما مغطي والو، شد البال شد البال صافي. دابا ناضيين سير غنكملوا البلان. وحنا كنصوروا كنحاولوا الحركات ديالنا تكون بطيئه، وهاد المره غنحاولوا نصوروا من اليمين لليسار او من اليسار لليمين. ونفس المبدا كنطبقوه في التصوير من الفوق للتحت، اليمين لليسار وان اوت. بلان اخر اللي بغيتو تعطيو واحد لي في زوين في لي ديتاي، كنصحكم انكم تصوروا بالسينيماتيك. بحال مثلا غادي نصوروا شاكمات غيعطيونا واحد لي في زوين. وعلاش اخوتي قلت لكم اختاروا السينيماتيك؟ حيت بطبيعه الحال السينيماتيك تيعطينا واحد العزل زوين، بمعنى انه كيعطينا واحد الفلو في الصوره. ودابا اجي نشوفوا النتيجه ديال هادشي اللي صورنا. وانا اخوتي كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. نشوفكم في الفيديو الجاي. تهلاو. الناس اللي كيتابعوني كيعرفوا صوتي كيفاش داير، فاخوكم مريض من بعد ما صورت هذا الفيديو طاحت عليا الشتا. فبالنسبه للمونتاج غنخليو له حلقه اخرى ان شاء الله باش نفهموا المونتاج مزيان. وتهلاو مره اخرى.